هو انا لو دفعت 40,000 ورحت ليبيا هجيبهم في قد ايه؟ هو انا مثلا لو دفعت 100,000 جنيه ورحت السعودية هجيبهم في كام شهر؟ هو انا لو دفعت 450,000 في الكويت وسافرت هجيبهم في كام شهر؟ هو انا لو دفعت 150,000 ورحت الأردن هجيبهم في كام شهر؟ هشتغل قد ايه عشان ارد المبلغ اللي انا مسافر بيه، واقدر ان انا بقى اكسب فلوس من الغربة؟ بص يا صاحبي، الأسئلة دي كلها انت بس الوحيد اللي تقدر تجاوب عليها. بمعنى بمعنى ان انت مثلا مسافر مثلا ليبيا ودفعت 40,000 مثلا طيران، على حسب انت هتشتغل ايه. تمام؟ ممكن واحد يجيبهم في شهرين، تمام، ممكن شخص تاني يجيبهم في 3 شهور، ممكن شخص تاني يجيبهم في 5 6 شهور. تمام؟ هي في السعودية ممكن تطلع ب100,000، ممكن تجيبهم في 3 شهور في السعودية، ممكن تجيبهم في 4 شهور، ممكن في 5 شهور، على حسب برضو انت هتشتغل ايه وهتشتغل بكام، على حسب انت صنايعي، على حسب انت عامل، على حسب شغلك. الكويت نفس الموضوع، الأردن نفس الموضوع. فانت قبل ما تسافر يعني ايه، قيم مثلا انا هشتغل ايه. انا مثلا راجل صنايعي شغال في مطاعم، يوميتي كويسة، انا هقدر اجمع المبلغ ده في شهرين، انا هقدر اجمع المبلغ ده في 3. يبقى انا بعد ال3 شهور او ال4 شهور سددت اللي عليا، وهبتدي ان انا يعني ايه، اجيب فلوس خلاص لنفسي. فاهم ازاي؟ انما هي طبعا ارزاق اولا، ومهما حسبت لها ومهما قعدت بالورقة والقلم، يعني ربك بيجيبها حاجة تانية خالص. بس احنا بنقوله تجريبي. فقبل ما تسافر، تمام، احسبها بالراحة، احسبها واحدة واحدة. وهديك نصيحة، لو المكان اللي انت رايحه مش هتجيب حق سفرك فيه من خلال من 3 ل5 شهور، ما تسافرش. يعني من 3 ل5 شهور لو مش هتجيب حق السفر اللي انت مسافر بيه، ما تسافرش، لان غالبا او 90% غربتك هتطلع على الفاضي. فاهمين قصدي؟ وطبعا كلها ارزاق زي ما قلنا، وربنا يرزق الجميع يا رب.